ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير ومفتح عينك كده ومركز في اللي بيحصل حواليك. هو انا مش بسألك السؤال ده روتين، ده انا بسألك عشان عارف اننا بقينا عايشين في خلاط كبير اسمه موبايل. بس قبل ما ندخل في الجد عندي ليك سؤال وجودي محيرني ومش هجاوب عليه غير في اخر الفيديو. تفتكر ليه بننزل تطبيقات بتقول انها كشف الكذب، واحنا عارفين اننا لو حطينا صباعنا احنا على الشاشة والتطبيق زمر بنصدقه ونكذب نفسنا؟ خلي السؤال ده في دماغك وركز معايا. شوف يا سيدي، حياتنا دلوقتي بقت عبارة عن أيقونات ملونة. عايز تاكل تطبيق، عايز تركب تطبيق، عايز تحب حتى تطبيق. حتى لو عايز تشرب مية وتفكر نفسك انك كائن حي في تطبيق بيفكرك تشرب مية. التطبيقات سهلت حياتنا جدا، بس في نفس الوقت خلتنا مكشوفين قوي، وخصوصا لما الموضوع يدخل في حتة الفلوس وتحويش العمر. عشان انا خايف عليك ومش عايز حد يغفلك، جاي النهاردة اكلمك عن نوع مهم قوي من التطبيقات، ومن محافظ، وبالتحديد تطبيق اسمه سولافير. لو اخترت التطبيق ده بالذات عشان ده واحد من اشهر المحافظ الخاصة بحاجة اسمها عملة سولانا، عشان كده اخترت التطبيق ده. ودي عملة رقمية زيها زي البيتكوين كده، بس ليها ناسها. تطبيق سولافير بقى وظيفته ببساطة ان انت يكون جيبك اللي شايل فيه الفلوس الرقمية. ده يوظف تطبيق، بس الفرق ان الجيب ده محدش يقدر يمد ايده فيه غيرك لو استخدمته صح. بص بقى وركز معايا في اللي جاي، عشان دي الزتونة. عشان تستخدم التطبيق ده صح، اول ما بتنزله بيقولك تعالى نعمل محفظة جديدة. هنا بقى مربط الفرس، التطبيق هيديك مجموعة كلمات بالانجليزي، ممكن تبقى 12 وممكن تبقى 24، اسمها عبارات الاسترداد. الكلمات دي يا صاحبي هي روحك في التطبيق. لو ضاعت فلوسك راحت عليك وانساها للأبد. ماشي؟ لو حد شافها فلوسك اتسرقت. اياك ثم اياك تاخدهم سكرين شوت وتسيبهم على الموبايل، عشان اي تطبيق خبيث ممكن يوصل للصور ويسرقهم. اكتبهم في ورقة خارجية وخبيها في مكان محدش يعرفه غيرك، زي ما بتخبي باسورد كده بتاع الفيسبوك عن المدام. طيب، التطبيق ده حلو يعني؟ بصراحة سولافير مميزاته كتير. أول حاجة إن كلمة السر أنت بس اللي معاك، يعني بتاع الخزنة بتاعتك اللي على الموبايل أنت بس اللي معاك. الشركة نفسها متعرفش توصل لفلوسك، ولا تعرف تخليك تغير الباسورد أو تجيب باسورد لو ضاع منك. ثانيا، التطبيق بيدعم حاجة اسمها سكاتنج ستاتنج، يعني ممكن تجمد فلوسك وتكسب عليها عوائد. وفي متصفح مدمج عشان تدخل على مواقع تانية وتربط المحفظة بيها بسهولة. بس عشان نبقى صراحة وما طبلكش، التطبيق فيه عيوب. أهم عيب، واللي هتلاقيه متكرر في تعليقات الناس على البلاي ستور، إن ساعات بعد التحديث التطبيق بيهنج وبيبقى بطيء. وفي ناس اشتكت إن الرصيد بيختفي ثواني ويرجع تاني، وده بيعمل هبوط حاد في الدورة الدموية، ممكن يؤدي لوفاتك لا قدر الله، لحد ما الفلوس تظهر تاني. وكمان الدعم الفني مش أسرع حاجة في الدنيا. بنيجي بقى للسؤال اللي بياكل دماغك، يا عم التطبيق ده مجاني، طب المطور ده فاتحها جمعية خيرية، بيكسب منين؟ لا يا ناصح، هو مفيش قط بيصطاد لفار. المطور بيكسب بطرق انت مش بتشوفها بعينك المباشرة. اولا لما بتعمل تبديل عملة جوه التطبيق سوايب، بياخد نسبة صغننة كده على قده. ثانيا لما بتعمل سكاتنج من خلالهم، هو برضو بياخد عمولة من الأرباح دي قبل ما توصل لك. يعني هي سبوبة ماشية بنظام نفعني ونفعك، مش مجانية لوجه الله يعني. طب لو سولافير مش عاجبك أو خايف منه، في بدايل تانية قوية جدا. عندك مثلا تطبيق فانتوم، وده بيعتبر المنافس الشرس ليه وشكله أشيك شوية. أو تطبيق تراست وورلد لو عندك محفظة بتشيل عملات كتير، مش بس سولانا. طب في النهاية يا صاحبي، التطبيق ده مجرد أداة انت اللي بتتحكم فيها. لو حملته خليك حريص وما تمشيش ورا اي رابط يجيلك، وما تديش كلمة السر لمخلوق. نرجع بقى لسؤال اول الفيديو، ليه بننزل تطبيقات كشف الكذب وبنصدقها؟ عشان احنا يا صاحبي بنحب نعيش الوهم ونضحك على نفسنا ونعمل فيها عملاء مخابرات واحنا قاعدين على الكنبة بيجامة كاستور. لو عجبك الكلام وحسيت ان خايف عليك بجد، ما تنساش تعمل لايك جميل زيك كده وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما حدش يقدر يضحك عليك في عالم التطبيقات. سلام يا صاحبي، اشوفك على خير.